يا رقية، ألا ترين ما وصلنا إليه؟ لم يبق في البيت شيء نأكله، حتى الخبز لم نعد نملك ثمنه. أعلم يا سالم، ولكننا صابرون، والله لا يضيع من توكل عليه. أتعلمين؟ لقد فكرت كثيرا. هناك كيس المال الذي أودعه جار عندي، إن أخذن منه القليل فقط ما يكفينا ليوم أو يومين، فلن يعلم أحد، ونعيده قبل أن يرجع صاحبه. أتقترح أن نأكل من مال ليس لنا، من أمانة في أعناقنا؟ نحن لا نسرق، فقط نأخذ حاجتنا مؤقتة، وسنعيده أقسم لك. يا سالم، نعيش فقراء خير لنا من أن نأكل من حرام. نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. أتحب أن نطعم أنفسنا ونغضب الله؟ هذا مال لا يحل لنا، ولن أبارك لقمة منه. صدقت يا رقية، سامحيني، لقد ضعفت لحظة. كلنا نضعف، ولكن من خاف الله ثبت. رزقنا مكتوب، وسيأتينا من حيث لا نحتسب. فقط لا نفرط في ديننا من أجل دنيا زائلة.